هو الانسولين ممكن يبوظ فوائد الصيام ولا هو اصلا جزء اساسي من نجاحه؟ طب ليه اول ما بنسمع كلمه انسولين بنفكر في تخزين الدهون؟ طب ازاي نصوم طول اليوم وبعدين نحتاجه؟ هو عدو ولا من غيره الصيام ما يكملش؟ الانسولين مش شيطان، هو هرمون طبيعي جدا، ووظيفته الاساسيه انه ياخد السكر من الدم ويدخله للخلايا عشان تقدر تحوله لطاقه وتقدر تستفيد بيه. المشكله مش في وجوده، المشكله في توقيته وكميته. طول ساعات الصيام الانسولين بيكون منخفض جدا، وده بيسمح للجسم انه يستخدم الدهون كمصدر للطاقه. لحد هنا ممتاز جدا. لكن اول ما تفطر الانسولين لازم يعلى، لان جسمك محتاج ينظم السكر، يبقى طبيعي انه يرتفع. فين المشكله بقى؟ المشكله بتحصل لما تفطر على سكر عالي او على نشويات بكميه كبيره، او تبتدي تاكل وجبتك مره واحده وبسرعه. ساعتها الانسولين يعلى وبيحصل معاه تخزين اسرع، خمول، رغبه في السكر بعد ساعه، جوع اسرع. الموضوع مش انسولين، الموضوع قفزه مفاجاه. الانسولين صديق لو طلع بهدوء، وعدو لو انفجر فجاه. يبقى الفكره ان احنا ننظمه مش نحاربه. كتير من الناس بتدخل رمضان وهدفها ان هي تقلل الانسولين، لكن الحقيقه الاذكى خلي الانسولين يشتغل لصالحك مش ضدك. الصيام بيديك فرصه ان انت تقلل الانسولين لفترات طويله وتخلي الدهون تطلع بداله كمصدر للطاقه، لكن طريقه فطارك هي اللي بتحدد النتيجه. وعشان كده اول 10 دقائق بعد الاذان مهمين جدا في تنظيم الانسولين بتاعك. افطر على ميه او على حاجه خفيفه وروح صلي المغرب وارجع تاني ابتدي كل الوجبه بتاعتك. في الوقت ده هتنظم السكر بتاعك وهتنظم كميه الانسولين اللي طالعه في دمك. طب لو الانسولين بيتظبط بالاكل، ازاي الكورتيزول بقى ممكن يجي يبوظ لنا كل ده؟ وده اللي هنعرفه الحلقه الجايه. وخليك فاكر، جسمك دايما بيكلمك، تعالى نتعلم نسمعه صح.